السلام عليكم خواتاتي حبيباتي متتبعاتي الغاليات وين ما كنتو 58 ولاية كامل. مرحبا بكم في قناتي وفي مطبخي. اليوم غالياتي غادي نشارككم فوندو تارت مالحين يصلحوا للكيش اللي يطيب واللي ما يطيبش. جبت لكم بمقادير مضبوطة كورشة مجانية لأصحاب المشاريع، يجي بنين وهايل. ومام اللي ما عندهمش مشاريع تقدروا توجدوهم لرواحكم لديوركم بلا ما تشروهم. المهم ما نطولش عليكم بزاف، ما تنساونيش خواتاتي بالجيم والبارطاج وخلوا لي التعليق محفز هكذا باه الفيديو يظهر لي عدد كبير من الناس والكل يستفيد. عندي انا هنايا 250 غرام تاع زبده طريه، من الاحسن تستعملوا في لوريال في المشاريع نتاعكم ولا اوبلين. نفرغها في اناء ونزيد عليها 10 غرام نتاع ملح اللي هي نص ملعقه نتاع اكل، ونضربهم بالباتور جيدا. نضرب حتى الزبدة تولي كريمية. هنايا نضيف 100 مليلتر نتاع ماء عادي من روبيني. قلنا بالميزان 100 مليلتر، وبالعلبة هذه نتاع الزبدة اللي ترفد 250 ديري نصها ما، بصح ماشي نص كامل، نحي من هذاك النص، نحي منه حوالي 3 ملاعق نتاع أكل. وتقدري كذلك تعبري بالكاس نتاع ام وليد، ديري نص كاس. نفرغها على الزبدة ونضرب الباتور جيدا، نضرب مليح مليح حتى الماء يدخل في الزبدة وتولي كريمة والماء ما يبانش نهائيا. كتنحضروا له هذيك الزبدة. بعد ما تنحضروا هكذا لاحظوا ولات كيما كريمة الزبدة. هنا نحبس الباتور، الماء ما راهش يبان نهائيا. ومن جهة نكون موجدة 500 غرام نتاع فرينة اللي هي رطل، ونبدا نلم. اللي ما عندهاش ميزان 500 غرام دير بالكيلة هذيك تاع الزبدة اللي عبرنا بها من الأول، عبروا بها ديروا 2 علب ونص. يعني العلبة تعمروها عند الخط. واللي عندها ميزان تعبر مباشرة 500 غرام، راهي وصفة مضبوطة. وتقدروا ديروا عملية عكسية الشيرات، تقدروا تبسوا الفرينة والملح والزبدة وتلموها ب100 مليلتر مباشرة، يعني طريقة تاع بات بريزي العجينة المكسرة. أنا اليوم شاركتها معكم بهذه الطريقة نتاع الزبدة من الأول، يعني كما طريقة صابلي. الزبدة هي الأولى ومن بعدها نلموها بالفرينة. وفيديوهات القادمة إن شاء الله راح نعكسها لكم وتعطيكم نفس النتيجة. المهم نتيا كي تولي تلمي بالفرينة ما تعجنيش، لمي فقط. بزاف اللي بعثوا لي على الوصفة نتاع فوندو تحت المالحين هادو قالوا لي بحال اللي يديروا فيها الوصفة تاع الزبدة ونص كيلة زيت ونص كيلة ما. للأمانة أنا هذيك نخدم بها سكري ماشي صالي، لأنه تجي تقهم وما توالمش المملحات، وهذه تجي هايلة وتجي مقرمشة. وإذا بغيتي يعني تكون لك هذه مبسة شوية، على الأقل ضيفي لها 2 ولا 3 ملاعق تاع زيت فقط. وأنا نفضّلها هكذا ناقصة اليدام، مع تعمروها تجي سوا. راح ندير لكم أنايا دورة مجانية على المملحات خاصة بشهر رمضان. في وسط هذه المملحات راح نشارككم الكيش والتارتولات اللي نعمرهم بالكريمات، نشاركهم معكم بإذن الله ونشرح لكم أكثر. المهم لايموا العجين بلا ما تدلكوها الشيرات، تحصلوا على عجينة طرية. ديريها في ساشي وخليها تريح من الخدمة تاع اليدين لأنه راه فيها الماء. وهذه العجينة أنا درتها لكم سامبل. دوك راح نشارك معاكم العجينة الثانية نفسها، بعد يعني نفس الوصفة فقط راح نكهها. نتوما تبغوا تخدموها سامبل ولا تبغوا ديروا 2 أذواق ولا 3 أذواق. أنا درت لكم غير زوج، الأولى درناها سامبل وهذه الثانية نضرب الزبدة والملح والماء كي تولي كريمة. نزيد عليها أعشاب عطرية إذا تواجدت عندكم، تجي هايلة بزاف. وملعقة صغيرة نتاع ثوم بودرة، راح يجي فيها واحد الذوق روعة. وتقدروا حتى تزيدوا النوع الثالث ديروه كيما هكذا كيما عطيت لكم دروك، وتزيدوا له فلفل احمر حلو وشويه من الحار، راح تجيكم حاره اللون تاعها وردي. هنايا الاذواق كيما تبغوا، انا فقط اقترحتهم عليكم. المهم انا كملت لميتها بالفارينه هذيك 500 غرام، نخليها ترتاح في ساشي.
واحد ال10 دقايق هكداك، العجينة الأولى راهي ارتاحت بيد ما كنت أنا نخدم في هاد العجينة هي تكون ارتاحت. نجيب لي مول دائريين ولا الباركات ولا اللي متواجد عندكم، وراه كاين تاني لي مول سامبل مش مبرجين راهم دايرين حالة هاد العام. القطرة هادو تاع المول اللي عندي أنا القطر نتاعهم 8 سنتيم. اليمول من الأحسن تشروهم من هادو، ما تشروش هادوك اللي تنحاو لهم القاعدة نتاعهم راح يغبنوكم في الخدمة. ومن بعدها وزنت أنا العجين 35 غرام. نتوما إذا اليمول نتاوعك صغار نقصي في الميزان. ومن بعد ما وزنت هذيك العجينة ما تزيديش تعجنيها ولا تكوريها كيما راهي، حطيها في المول وبداي تمشي فيها على المول هكذا. ولا تبغي ديري عينك ميزانك ديري، يعني إذا كرهتي باش توزني هي 35 غرام راح تجيك قد قد. ونبدأ نمشي في العجين في المول قاع على حسابه هكذا، ما ترقوهمش باه ما يتكسروكمش وما تخونشنوهمش بزاف، قلنا راهي حساب. حاولي تمشيها وحاولي تضبطي هنايا القاعدة على الجناب. نزيد معاكم حبة على السريع، نحط الكرة في المول ونمشيها، نبدأ من القاعدة ونطلع، ما تخلوش تحت العجين يكون خشين بزاف، ونزيد على الجناب ونضغط على الحاشية، ومن الفوق قاع تاني نخدمها بصبع باه ما تجيش خارجة. حاولوا تريقلوها غير بالعقل هكذا، ونكمل كل الحبات بنفس الطريقة. المهم الشيرات إذا مازال ما درتوش الجام ديري هذاك الجام فضلا وليس أمرا منكم. المهم ها هما الحبات بعد ما كملتهم ودرت الباركات، بصح الباركات هنا ديروهم وزن 32 غرام ماشي 35، ومشيهم كيما درنا مع المدورين. ومن بعدها هنا انايا راني شاعله الكوشه تحمى، ونجيب فرشيطه ونشكهم مليح. ملاحظة الشيرات اللي عندها لي مول بزيادة مثلا 50 مول، هنا تعمري 25 مول ولا 20 وتدخليه للثلاجة يريح نص ساعة هكذاك، بيد ما خدمتي 25 الزاوجة. كي تخدمي 25 الزاوجة يكونوا هما عاد ريحوا، تخرجيهم وتدخليهم يطيبوا في الكوشة. انايا ما عنديش لي مول بزيادة على بها غادي نطيب مباشرة ومش راح يهبطوا لي بزاف. قلنا كي تدخليهم يطيبوا ديروا الزوجين هادوك تاني في الفريجيدار يحكموا رواحهم، والأولين هادوك اللي يكونوا طابوا تخرجيهم وتعاودي تدخلي السنيوة الزاوجة. وكذلك نزيدك ملاحظة تانية، تقدري ديري لي كيسات من الفوق وتفرغي فوقهم بقوليات حمص ولا لوبيا ولا عدس وتدخلوهم معاهم يطيبوا هكذا باه ما ينتفخولكش في الوسط. وهذوك البقوليات كي تكملي بهم الطياب ما ترميهمش، يعني خبيهم في بلارة لوقت آخر زيدي طيبي بهم، يعني كي تكون عندكم خدمة تاع لي بون دو تارت. وكذلك كاين تدبيرة أخرى اللي ما تبغيش على البقوليات، تقدري تجيبي كرافي إذا كان من تما عندك هكذا ولا حداك الكرافي هذاك الرقيق، غسليه ونشفيه في الشمس، يحطيهم في لي كيسات وحطيهم فوق الكيش ودخليهم يطيبوا. أنا للأمانة ما درت والو. المهم أنا بعد ما شكيتهم دخلتهم للفرن يطيبوا من تحت، كي يدخلهم الطياب يعني 40% ما تخلوهمش يطيبوا بزاف، عاود خرجتهم وضغطت عليهم في الوسط باه ما نهبط لهم هذاك النفخ وما يعاودوش ينتفخوا. تضغطي بكاس ولا كاش عفسه هكا تكون من تحت مستويه. انا استعملت هذا المول تاع المهراس، من تحت جاي هابط يعني توشي العجين سوا سوا، لانه الكيسه اللي راهم عندي هنايا في المطبخ كاع فيهم الفراغ من تحت في القاعده تاعهم. ومن بعدها نزيد كي نهبطهم نشكهم المرة الثانية بالفرشيطة، لأني هادوك التقابي حسيتهم بلي نغلقوا. ومن بعد كي نشكهم نديهم يطيبوا من الفوق يدو تحميرة خفيفة. هادو تاع العجينة السامبل حمرتهم شوية في الذهبي لأنهم غادي خصصهم لي تغسولات بالكريمة اللي ما يعاودوش يطيبوا. ومن بعدها وليت نخدم في العجينة الثانية اللي فيها الثوم وأعشاب عطرية، خدمتهم بنفس الطريقة وطيبتهم بنفس الطريقة. أنا هنايا طيبتهم شوية بيوضة، ما تحمروهمش لأنهم هادو نتاع لي كيش، تقدروا من بعدها تعمروهم وتقدروا ترجعوهم للفرن يزيدوا يطيبوا ويتحمروا. لاحظوا كيفاش طابوا غير من تحت فقط.
والأولين السامبل راهم حمرين قلت لكم على جال غادا نخصصهم لكريمة الجبن أو كريمة الدجاج. وإذا كانوا طلبية تغسولات فارغين من الأحسن طيبوهم بيضين هكذا باش مولاتهم تقدر تعاود دير فيهم ليكيش بلا ما ينحرقوا لها. هذه هي. وبالنسبة لسعر البيع الشيرات خسرنا عليهم حوالي 25,000، يعني الوصفة ما راه فيها والو ما غير الزبدة والماء والملح والفرينة. عطات لنا 500 غرام تعطي لك 50 قطعة، وإذا درتي 250 غرام راح تعطيك 25 قطعة. كي تبيعيها بيعيها غير 20 دينار جزائري الحبة، وراكي رابحة فيها. ولومبالاج هادو اللي كيش تقدر ديرهم غير في ساشيات عادي، لأنهم يجوا حاكمين رواحهم إذا كان بيع مباشر، يعني ماهمش مبسين بزاف ليتكسروا. وإذا كان للسوبيرات من الأحسن تحطوهم في علب بلاستيكية شفافة هكذا باش يقدروا يحطوا علبة فوق علبة بلا ما يتكسروا لها.